طعم القهوة it doesn't satisfy me like my Starbucks. أنا اليوم لما قاعدة أقاطع ستاربكس أو أقاطع ماكدونالدز أنا قاعدة أضر الوكيل المحلي. أنا أحترم اللي يعتقد إنه هذا تصرف صح، لكن أنا شخصيا كروان تصرفي الفردي اللي يمثل نفسي وحتى ما يمثل أهلي ولا بلدي ما أشوف من المقاطعة. سمعنا كلمة مقاطعة كتير الفترة دي، وأكيد جه في بالك هل أنا كشخص واحد هأثر لما أقاطع؟ يعني أنا هنا علشان أقولك إيه هي المقاطعة وليه تقاطع وإزاي المقاطعة دي بتأثر. المقاطعة هي الامتناع الاختياري المتعمد عن استخدام أو شراء أو التعامل مع شخص أو منظمة أو بلد كتعبير عن الاحتجاج، وبتكون لأسباب أخلاقية أو اجتماعية وسياسية أو اقتصادية. وهي في الأساس جت من حاجة اسمها political consumerism أو الاستهلاك المسيس، ومعناها إن المستهلك أنا وإنت وكلنا نكون واعيين بالحاجة اللي بنشتريها، إيه هي سياسات الشركة اللي أنا بشتري منها، والفلوس اللي أنا بدفعها دي بتروح فين، وبناء على الوعي ده بقرر أشتري أو لأ. طيب ليه أقاطع؟ بص يا صديقي، في ماركات كتير فتحت عندنا وفتحت في بلاد بره، والفروع اللي فتحت منها هنا فتحة كفرانشايز أو حقوق الامتياز. فكرة الفرانشايز إن بيكون في شركة نجحت في دولة معينة وقررت إنها تنتشر، ولكن بدل ما تفتح فروع بنفسها فهي بتبيع اسمها. انت بقى بدل ما توجع دماغك في انك تبني براند خاص بيك من اول وجديد، بتروح تشتري الاسم بتاع الشركة دي وتفتح في مكانك مقابل انك بتدفع رسوم مقابل الاسم ده، وطبعا مع المحافظة على الشكل والجودة بتاعة الشركة. حلو كده؟ طيب غالبا الشركات دي بتكون مسيسة أو بتدعم اتجاهات معينة، وكمان كل شركة من دول بيكون عندها social responsibilities أو مسؤوليات اجتماعية، يعني جزء من أرباحها بيروح كتبرع لجمعية خيرية مثلا. الفرع اللي بيفتح في بلدك بقى ده بيفتحه بالفعل مستثمر من بلدك، ولكن في مقابل انه يفتح الفرانشايز ده بيدفع رسوم للفرانشايز. ماك على سبيل المثال بيدفع لها 45,000 دولار، وده بيكون علشان بس تقعد معاهم وتعرض انك عايز تفتح فرع غير متطلبات تانية. النقطة اللي تهمنا بقى إن الفرع ده لازم يدفع كل سنة نسبة من مبيعاته للشركة الأم بما إنها هي الشركة الأم، وناخد بالنا من كلمة مبيعات مش أرباح، يعني كل بيعة فيها نسبة بتروح للشركة الأم. فكده الفلوس اللي بيعملها الفرع جزء منها بيروح للشركة الأم، جزء منها بيروح في الأرباح، جزء منها بيروح كإعادة استثمار في الشركة، وجزء للمستثمرين، وجزء منها بيروح للمسؤولية الاجتماعية كتبرعات وغيره. نركز بقى في الجزء بتاع التبرعات. في شركات بتدعم دول أو أماكن حصل لها أضرار لأي سبب، وكمان في احتمالية إن شركات تدعم كيان صهيوني احتل فلسطين، والكيان ده تسبب إلى الآن من يوم 7 أكتوبر للحظة كتابة الحلقة في استشهاد أكتر من 8900 شخص، أكتر من 40% منهم أطفال، ده غير طبعا ال 75 سنة اللي فاتوا. وحتى لو مش الشركة كلها بتدعم، ممكن أحد المستثمرين الكبار بيدعموا عادي. نيجي بقى للسؤال المهم، إيه هو تأثيري في المقاطعة كفرد واحد؟ لو أنا وإنت بناكل في مطعم معين أو بنشرب في مكان معين أو حتى بنشتري حاجة ساقعة معينة أو بنلبس هدوم معينة، لما تقرر إنك مش هتشتري تاني من المكان ده، أول حاجة بتحصل إن السيلز بتقل. أنا وإنت وغيرنا لما نتجمع ونعمل مجموعة بنعمل حاجة اسمها collective impact أو تأثير جماعي. لما المبيعات بتقل بالتأثير الجماعي أو الكولكتيف امباكت، سعر سهم الشركة بيقل، ده غير الريبيوتيشن دامج أو تدمير سمعة الشركة، ودي بتكون حاجة من الصعب جدا إن الشركة تسترجعها. المهم لما سعر سهم الشركة بينزل بيبدأ بعض المستثمرين يحصل لهم حالة بانيك وقلق، فمنهم اللي بيبيع علشان ما يخسرش أكتر من اللي خسره، فسعر السهم ينزل أكتر. المسألة كلها عرض وطلب، supply and demand. وهنا الشير هولدرز أو مالكي الحصص الأكبر من الأسهم بيقلقوا، لأن الوضع لو استمر كده على المدى البعيد ممكن الشركة دي تفلس. متخيل تأثيرك يا صديقي؟ فهنا الشير هولدرز دول بيروحوا للسي او مدير الشركة ويقولوا له
اتصرف، احنا مش هينفع نخسر فلازم توقف. فهنا الشركة بتضغط وتقرر انها تغير سياستها او تقدم عروض. وشفنا ده كتير في الفترة الأخيرة. ماك نزلت كلام إن الفروع ملهاش علاقة بالفروع التانية وموقفها، وكمان العروض الفظيعة بتاعة ستاربكس يا جماعة بدأ يبيع مشروباته ب20 جنيه بعد ما كانت ب90 جنيه. وبيبسي كتبت اسم فلسطين على الكنز بتاعها، اللي هو يعني معرفتكش أنا كده يا عاطف. أي شركة في الدنيا هدفها إنها تعمل فلوس، لما هدفها الرئيسي يتأثر هيبدأوا يتحركوا. طيب المقاطعة ليها فوائد كتير وشفناها برضو. الناس بتبدأ تتجه للصناعة المحلية، بيشوفوا بديل محلي في بلدهم، وده بيدعم اقتصاد البلد. كمان انت جاهدت نفسك وغيرت من عاداتك اللي غالبا كانت سيئة زي الفاست فود والمشروبات اللي مش صحية. وكمان دعمت أهلنا في فلسطين وغزة بأقل حاجة نقدر نعملها. فالمقاطعة مهمة، ولكن الأهم إنها تكون على المدى البعيد، نفضل مكملين لأطول فترة ممكنة، وخصوصا إننا داخلين فترة عروض رهيبة. جاهدوا نفسكم وما تضعفوش، وما تقولش يعني هو أنا اللي هأثر. أنت اللي هتأثر يا صديقي. وما تعملش زي البنت اللي في أول الفيديو، أصل لما غيرت الطعم طلع مش حلو. لو انت مش قادر تجاهد نفسك افتكر دايما انك بتدفع فلوس مقابل الرصاصة اللي بتتضرب على أهلنا. وكمان لازم نحل القضية. لو احنا هنا همتنا قلت او تعبنا من النشر او متابعة القضية، فافتكر دايما انهم هناك لسه بيموتوا. واخيرا ما تنساش الدعاء لاهلنا في غزة، وكمان التبرع باللي تقدر عليه، حتى لو 5 جنيه. سرنجة يتحط فيها مسكن ياخدها اي حد هناك تسكن الالم اللي هو حاسس بيه، فما تستقلش خالص بالعمل. ما تنساش الاشتراك واللايك والشير، واشوفك يا صديقي ان شاء الله في الحلقات الجاية.